خليني نبدأ معاك بسؤال بسيط. واش عمرك جلستي مع شي وحدة غير بهضرتها حسيتي بالراحة، بحال إلا الكلمات ديالها كتمسح التعب وكترد الروح لروحك؟ ودابا سؤال آخر، واش عمرك خرجتي من حديث وانتي حاسة براسك متقلقة مشدودة ومتقلقة بشي كلام ما تستاهليش؟ الفرق بين هاد الجوج اللسان راه ماشي غير عضو في الفم، ماشي اللسان اللي كنماكلو به، ولكن اللسان اللي كنهضرو به. حيت بين كلمة وكلمة كاين مصير، كاين قرب، كاين بعد، كاين حب وكاين جرح. واليوم بغيتك تسولي راسك بصدق، لساني عسل ولا سم؟ علاش الكلام خطير أكثر مما كنظنو؟ بزاف ديال الناس كيعتقدوا باللي الأخطاء الكبيرة هي اللي كتهدم العلاقات، ولكن الحقيقة أغلب العلاقات كطيح بكلمات صغيرة متكررة وغير محسوبة. نظرة زائد نبرة زائد كلمة تقدر تحفر جرح كيقعد سنين. حيت الإنسان كيقدر ينسى شنو درتي، ولكن صعيب ينسى كيفاش هدرتي معاه وقت كان ضعيف. وهنا كنطرحو سؤال مهم، واش حنا كنهضرو باش نعبرو ولا باش نفرغو الغضب؟ الفرق بين الصراحة وحلاوة اللسان. خليني نكون واضحة معاك، حلاوة اللسان ماشي نفاق، والصراحة ماشي قسوة، ولكن بزاف ديال الناس كيستعملوا أنا صريحة كذريعة باش يجرحوا بلا مسؤولية. الصراحة الحقيقية هي أنك تقولي الحقيقة بطريقة اللي تخلي الطرف الآخر يسمعك، ماشي يدافع على راسو. كاين فرق كبير بين انتي ديما كتغلطي و هاد التصرف خلاني نحس بكدا. نفس الفكرة ولكن تأثير مختلف 100%. اللسان الحلو كيعرف يوصل الرسالة بلا ما يكسر المستقبل. علاش بعض الناس لسانهم قاصح؟ دابا نغوصو شوية في العمق. اللسان القاصح غالبا ماشي طبع، راه دفاع. الإنسان اللي تجرح بزاف، تخلي عليه بزاف، ما تسمعش، ما تحترمش، كيطور أسلوب قاصح باش يحمي راسو. كيولي يهدر قبل ما يتجرح، يهاجم قبل ما يتحاسب، يرد بقسوة باش ما يبانش ضعيف. ولكن المشكل هاد الدرع كيحميك ويعزلك، كيخلي الناس تحترمك ربما، ولكن ما تقربش ليك. اللسان الحلو ذكاء عاطفي. حلاوة اللسان راه مستوى عالي من الوعي، كتحتاج سيطرة على النفس، فهم للمشاعر، توقيت ونبرة. المرأة اللي لسانها حلو عارفة باللي ماشي كل معركة خاصها تربح، وماشي كل كلمة خاصها تقال. كتعرف تسكت ماشي حيت ضعيفة، ولكن حيت واعية. السكوت ديالها ماشي فراغ، راه رسالة. كيفاش اللسان كيبدل صورتك عند الناس؟ خليني نقولها ليك بصراحة، الناس ما كيعرفوش قيمتك من عقلك حتى كيسمعوا لسانك. لسانك كيقدمك ولا يدمرك، كيخلي الناس تحترمك ولا تحاشاك. كاين نساء زوينات مثقفات ناجحات، ولكن لسانهم كيخلي الناس يبعدوا عليهم. وكاين نساء عاديات، ولكن كلامهم كيخلي أي واحد يبغى يقعد معاهم. مفاتيح عملية. كلمة المفتاح واحد، هضري من مكان هادئ. إلا كنتي معصبة سكتي، راه ما كاين حتى كلمة زوينة كتخرج من الغضب. كلمة المفتاح جوج، فرقي بين نفرغ ونعبر. التفريغ كيجرح، التعبير كيوصل. كلمة المفتاح 3، راقبي نبرة الصوت. نفس الجملة بصوت هادئ يساوي احترام، بصوت عالي يساوي تهديد. كلمة المفتاح 4، اختاري كلماتك بحال الذهب، ماشي بزاف ولكن موزونين. كلمة المفتاح 5، سولي راسك قبل ما تهضري، هاد الكلام غادي يصلح ولا غير غيريحني أنا؟ رسالة للمرأة من القلب. إلا كنتي كتقولي أنا هكذا وهاد الشي وغاديش يتبدل،
فراه الإنسان كيبدل الأسلوب ماشي الجوهر. وحلاوة اللسان ما كتنقصش الكرامة، كتكبرها. المرأة اللي لسانها عسل ما كتدلش راسها، كتفرض احترامها بهدوء. في الآخر خلي هاد السؤال معاك: إلا سكتي اليوم وشختي الناس كيتنفسوا معاك كتر، فراه الجواب واضح، لسانك إما باب ولا حائط، وانتي اللي كتختاري. إلا هاد الكلام لمسك، شاركيه مع شي مراه لسانها طيب ولكن قلبها تعبان، ونلتقيو في جلسة أخرى من القلب بلا أقنعة.